drink my wine. Low man, take my earth. None will ever on the line. Nobody over الجو حر. هاتي. There's so much confusion. ايوه بقى يا ميس كده فكي فكي. There must be some kind of way out of here. Set the joker to the thief. محدش هيقدر يطلعك من الكارثة اللي انت فيها دي غير العبد لله. ازاي بس؟ انا انتهيت خلاص. انا بفكر اهرب واسيب البلد. مش هتعرف، ومش هو ده الحل. امال ايه الحل؟ تتجوز. انت هتهزر يا صفوت؟ انا بتكلم جد، وجد الجد كمان. انا هجوزك واحدة نلبسها الليلة كلها من غير ما تعرف، لحد لما نستف ورقنا ويبقى كده دورها انتهى، وهطلقها لك برضه من غير ما تعرف. ودي هتجيبها منين الهبله دي ان شاء الله؟ عندي موكلة عايزاني ارفع لها قضية علشان كلوا عليها حوافز 35 جنيه. تخيل، العبيطة هتدفع 15,000 جنيه عشان تقبض 35 جنيه. شفت سذاجة أكتر من كده؟ هي دي بقى اللي أنا هجوزها لك، وبعقد رسمي وشرعي كمان. لقيتها يا صدفة، لقيتها. هي ايه دي اللي لقيتها؟ غلطة في العقد تثبت ان الراجل ده ما اتجوزكيش. ايوه يا صدفة، انت تلعب بيكي لعبة كبيرة قوي، ونفسي اعرف اشمعنى انت بالذات اللي عمل معاكي كده، وانا مش هسكت ولا هسيبه غير لما افهم. لا ثانية واحدة بقى، اهدى عليا، لا ده الموضوع كده كبير كبير وانا لازم افهمه. مع ان خلاص عقلي شت، ما بقتش مستوعبة حاجة من اللي بيحصل لي، ولعلمك انا كنت ابتديت اشك شك يقين ان انت وعمك متفقين عليا. طبيعي يا صدفة، انا لو مكانك هعمل اكتر من كده. ما هو بصراحة كلام ما يخشش المخ. واحدة ابقى معجب بيها، اروح البيت اخطبها، بعدها بيومين يطلع عمي متجوزها. انا عن نفسي هشك. انا بصراحة مش مصدق ان اللي حصل بينا ده اصلا صدفة. بقول لك ايه، تشك ما تشكش مش موضوعي. انت تروح لعمك وتقب تختص يا طارق تحللي الموضوع ده. انا مالي باللي بينك وبينه، انت مدخليني وسطكوا ليه؟ يعني انا لما اصحى الاقي نفسي متجوزه. انت عارفه لو تصبري شويه هقول لك ايه اللعبه الشمال اللي عم عملها. مع ان يعني ما بحبش انطق كلمه عم ده على لساني. وده وقته
بذمتك ده وقت اللي بتحبه ولا ما بتحبوش؟ ما تسميه اي حاجه، اي نيله سودا، زفت، طين، كلب البرك، اي نيله، المهم افهم اللي بيحصل. اتكلم. مش انت عيد ميلادك يوم 7 فبراير؟ انت عرفت منين؟ جرايه صدفه، وانا قلت لك قبل كده لما نسيت شنطتك في عربيتي طلعت البطاقه عشان اجيب عنوان البيت، شفت تاريخ ميلادك. خلاص في ايه؟ نسيت؟ هو انا مخي دفتر؟ خلاص يا صدفه. انا كنت فاكراه اهتمام. انت خدت بالك ان انا برج الدلو؟ برج هوائي ذكي بس صعب يقنعه. ده انت قاري بقى في البرج كويس. ما بقراش غيره. ممكن بقى نركن البرج على جنب وافهمك بقى القصه دي حصلت ازاي. كاتب الكتاب كان بتاريخ 25 ديسمبر، يعني قبل عيد ميلادك بشهر ونص. الراجل النصاب ده بيقول ان انت ركبت عربيته ورحتوا السيده للمأذون يوم عيد ميلادك. ازاي كتب الكتاب بتاريخ قديم؟ وانا ازاي ما اخدش بالي من حاجه زي دي؟ ازاي يعني؟ ما العقد كان في ايدي، ده انا حتى مدرسه تاريخ. ازاي تفوتني دي؟ انا بقى خدت بالي مع ان العقد كان في ايديك يا. ولما انت خدت بالك قطمتني بالكلمتين اياهم ليه؟ وعرضت لي قفاك ومشيت. مش صدمه يا صدفه، صدمت من الكلام اللي قاله واتضايقت جدا لحد ما روحت وجمعت الخيوط وفكرت وهديت. وانا بقى ما هديتش ومش ههدى. مش ههدى. ممكن يكون الراجل ده متجوزني على الورق، انا مش هنكر ان على الورق ده امضتي وبصمتي، لكن فسيولوجيا لا يا حبيبي، ما اتجوزنيش. الجوازه دي في كل الاحوال باطله عشان تمت من غير رضاكي. من غير رضايا ايه؟ ده انا كنت مسلوبة الاراده، كنت مغيبه كده بترنح. وبعدين موضوع التاريخ ده محتاج تفسير. الجوازه كلها يا صدفه محتاجه تفسير. في حاجه غلط. انا هجيب المحامي النهارده ونجيلك البيت نقعد نفكر في القصه دي. تجيب المحامي وتقولي البيت ليه؟ يعني هو المحامي ده ما عندوش مكتب ولا ايه؟ جرأة طارق. وبعدين بصراحه كده انا بقيت بتشائم. انت كل ما تجيلي تحصل لي مصيبه. مش منك يعني، هي الست اللي تحت القرشانه دي بتنشني عين. مره يجيلي البوليس ومره تانية اطلع متجوزه فجاه. المره الجايه بقى اصحى من النوم الاقي نفسي كده مخلفه عيل شحط في 6 ابتدائي. اقسم بالله صدفه لو عندك 16 عيل عمري ما هبعد عنك. جدع. بحبك. ليه بس الكلام بقى دلوقتي اللي يقشعر له الابدان ده؟ على فكره انا الكلمه دي ما اعرفش ممكن يكون تاثيرها عليا ايه. انا اول مره اسمعها. وانت كنت بتقول ايه؟ بحبك. الظاهر اني جيت في وقت غير مناسب. تشربوا حاجه؟ شكرا. وقت غير مناسب ليه؟ انت فاهم غلط على فكره. والله صح، ما علينا. المهم الدكتور عماد عاوزك في مكتبه. واظن كمان البوليس عاوزك هناك. البوليس؟ لا، ده انا البوليس كده خد عليا قوي. هو ما فيش غيري ولا ايه؟ لا، انت رهيب. سرك باتع يا طارق، منك لله. منورنا والله. بنورك يا عم. انت ازاي يا استاذه ما تجيش المدرسه امبارح وتغيبي بدون اذن ولما اكلمك ما ترديش؟ ايه ده؟ ايه الزعيق ده كله؟ في ايه يا استاذ عماد؟ هو انت كل ما تشوفني تقعد تزعق لي؟ لعلمك الزعيق ده هيوتر العلاقه اللي بيني وبينك، وهيكسر جوانا شيء. وبعدين انت لما بتقعد تزعق لي كده انت بتجبرني ان انا اكذب، وانا موتي وسميك كده. وانا عايز اعرف ما جيتيش ليه؟ والنهارده اول ما دخلت المدرسه ما عديتيش عليا ليه؟ هو انا هبله ولا عبيطه؟ هو انا هبله عشان ما انا عارفه ان انا لو جيت هسمع الكلمتين دول في جنابي. وبعدين بالنسبه لامبارح انا كان عندي مغصه شديده. كان عندي ظرف طارئ، بس مش طارق اللي كان قاعد معايا في اوضه المدرسين، لا حكيم. انا عارفه، طبعا عارفه الكلام بيوصل لك من مين وازاي. مستر ناجي من العصفوره اللي عايزه توقع بيني وبينك، اللي بيجي يحكي لك على كل وبيحكي لك اللي ما حصلش اساسا عشان يزنبقني. انت اصلك ودن وبتصدقه. انا مالي بناجي، انا في سمعه المدرسه. سمعه المدرسه؟ اخص عليك يا استاذ عماد، قصدك ايه؟ سمعه المدرسه زي الفل وهتفضل زي الفل. انا يعني اللي وسخت سمعه المدرسه؟
لعلمك اللي كان قاعد معايا في اوضه المدرسين ده بحكم خطيبي. يا ست اقسم بالله ما بتكلم عن خطيبك. هو احنا لسه ما اتخطبناش رسمي. ادعي لنا بقى ان شاء الله ربنا يتمم بخير. ولا يفرق معايا، ان شاء الله حتى يكون ابن خالتك. ابن خالتي؟ يا ريت. انت عارف ان انا عمري ما كان عندي ابن خاله ولا بنت خاله. الموضوع ده برضو حاسس في نفسيتي من وانا صغيره. اصل انا خالتي الله يرحمها بعيد عنك يعني ما كانتش بتخلف، وعدت على كل الدكاتره برضو ما فيش فايده. الله يرحمها. خلينا بقى في البت اللي اختفت. ولا انت مش معانا في المدرسه؟ مش معاكوا؟ مش معاكوا امال عليكوا؟ ازاي مش معاكوا يا استاذ عماد؟ ده انا عمود اساسي في النشاط المدرسي. ده انا لسه النهارده الصبح مفطره المدرسين كلهم. كنت جايبه فول فول بالزيت الحار وطعميه وبصل، وكنت جايبه حاجات كتير قوي. انا بعت لك نايبك، هو ما جالكش؟ لا ما جاليش. عشان بتيجي متاخر. ولعلمك بقى انا دبه النمله في المدرسه دي عارفاها، وعارفه كويس قوي انت بتتكلم عن ايه. طب كويس والله انك عارفه. بص بقى، هو طالما هتكلمني في الموضوع ده عشان ابقى مفيده يعني، انا هقول لك اللي اعرفه. انا الحقيقه مش عارفه هو كان من حظي الحلو ولا حظي الوحش ان تقريبا كده والله اعلم انا كنت اخر واحده شفتها. فاكر اليوم اللي انا كنت عندك فيه هنا وانت مسكتني وهزقتني ومرمطتني عشان اسمي اللي محطوط على سور المدرسه؟ ايوه فاكر. خرجت بقى من عندك قابلتها. لا يا ربي لا، انا قابلت الاول مستر ناجي. وكنت ده انا كنت مش طايقاه. ما هو اللي كان مسخنك عليا وعامل فيا ده كله. المهم يعني انا وانا واقفه كده مع مستر ناجي راحت هي معديه، وبعدين قلت لها ايه يا رندا انت مش في فصلك ليه؟ قالت لي يا مس عايزه اروح الحمام. قلت لها يعني هو الحمام ما حبكش غير في حصتي يا رندا؟ قالت لي لا انا عايزه اروح الحمام. قلت لها طب خلاص روحي، بس ثانيه الا ثانيه والاقيكي قدامي. وبعد كده انا مش عايز حكايات، انا عايز اعرف البت دي اختفت فين وانت المسؤوله قدامي. انا المسؤوله؟ ايه يا استاذ عماد، هو انت شايفني قطز ولا مين موحد القطرين؟ بقول لك ايه، زمايلك كلهم بيقولوا انك قريبه من العيال دي قوي وعارفه كل حاجه عنهم. في دي بقى زمايلي ما كدبوش، لا صادقين بيقولوا الحقيقه. لعلمك العيال بتموت فيا، بيحبوني حب فظيع. مش صدفه دي، عندهم حاجه كبيره قوي، انا مصاحباهم وبيثقوا فيا وبيحكوا لي كل حاجه. بس رغم ده كله بيعملوا لي الف حساب وبيحترموني. هي دي التربيه الحديثه. بس برضه بيروحوا ياخدوا دروس تاريخ عند مستر ناجي مع انه في الاصل مدرس فرنساوي. ما عندكش تفسير للموضوع ده بخبرتك يعني، باعتبار ان انت كنت حوت الفلسفه؟ هو انا انسى؟ ده انا كنت عيله صغيره قد كده اهو واقرا اسمك بالبنط العريض في المحطه بتاعه المترو بتاعه مصر الجديده، محطه المعلمين. ده انت كنت قدوتي. والله كانت احلى ايام. طبعا اكيد ايام عز وهنا عقبالنا. بس انا بقى عايز تفسير لاختفاء البت دي، هو ده الاهم بالنسبه لي. مش عايز البوليس يفاجئني ويقول لي ان البت اختفت من المدرسه او ان في حد في المدرسه له يد في اللي حصل لها. صح، احنا مش عايزين مفاجآت. بس هو البوليس يفاجئنا ليه يعني مش عارف يفتح الكاميرات ويعرف البت راحت فين وجت منين؟ ما هو للاسف الشديد الكاميرات مش مغطيه مساحه المدرسه بالكامل. اخر مره ظهرت وهي داخله مبنى لغات، بعد كده اختفت. وفي بنت بقى من زمايلها بتقول انها على علاقه بواد اسمه علي، وسي علي بيقول انه ما يعرفش عنها اي حاجه. ولما سالت مس انتصار ما ادتنيش عقد نافع. مس انتصار ده ايه اللي هتفيد؟ بقول لك ايه يا استاذ عماد، انا فيا اللي مكفيني ومصايب الدنيا كلها فوق راسي، بس الملف ده انا همسكهولك. وهوريك امكانياتي وهبهرك كمان. اقول لك هما يومين واجيب لك النهي. هو يوم واحد اخر النهار. يوم واحد يا صدفه. تعال اقعد على مكتبك وسيب لي الموضوع ده. بنشوف. على الله تعمليها يا صدفه. حاسبة يا حاج. ولعة يا قريبي، تعالى اطلع.
امسك تشكر يا اسطى. انت حافظ ولا هتسلمنا ولا ايه؟ يا غريبي، وانا عمري قلت معاك؟ الصراحه لا. طب ما طالما الصراحه لا، قلقان ليه؟ يا عم ولا لا ولا حاجه. انا بالحق القبله اللي انت بعتها لي عشان خاطر تاخد الحاجه مني، الحكومه عملت معاها ايه؟ خرجت يا عم والله وروحت بيتها كمان. بيتا يا بيتا، ما اللي ليه ظهر ما يضربش على بقه، انما لو حد مننا هو اللي اتعكش قول عليه يا رحمن يا رحيم. والله عندك حق. عروستك حلوة قوي يا واد يا علي، فكرتني بأيامي الحلوة. الله يخليك يا ست. يا عم ست انا. ازيك يا انسه، عامله ايه؟ عرفت تنامي كويس؟ اصل انا ستي عارفها خلاط ما بيفصلش، هرايه. هراية؟ أنا هراية يا واد يا موجود يا قليل الأدب. يا ريتها كانت بركت عليك بطاطيتك وما كنا شفنا خلقتك، عايزة أعضك مش عارفة. خلاص يا ستي خلاص. عيل قليل الأدب مش تخشيش. خلاص يا ستي. قوم يا واد. قوم يا عم. شغال الموتور. حاضر يا يلا. ست، حاضر. يلا يا حاضر واد يا ست. قدامي يلا. عامله ايه؟ انا خايفه يا علي. هو انت على طول خايفه كده يا رندا؟ وبعدين؟ انا مش عارفه اللي احنا بنعمله ده صح ولا غلط، يا ستي والله صح، اللي بنعمله ده صح. بس انا ماما صعبانه عليا قوي. اللي يصعب عليك يفقرك يا رندا. طب انت عايزاني اعمل ايه؟ ما انا لو جيت اتقدمت لك هتقول لك ده عيل، ولو قعدت تعيطي لها وتقولي لها انا عايزاه هتقول لك خلاص خليه يجيب ابوه. وبعدين انت عارفه اللي فيها. ايوه انسه، انت عارفه اللي فيها. ده لسانه بينقط ده احنا بنقعد نسمع منه الحكم ده. اسمعي منه عشان خاطر اللي بيقول لك عليه ده لو عملتيه هيوفر عليك بتاع 10 15 سنه كده ايه شقه ومرمطه. جدعه ولعه. بقول لك يا رندا، احنا رجلينا جت في الخي خلاص ومش هينفع نرجع، خلينا ناخد القرشين ونطير بقى. عامه انا بحضر الجوازات، مش كده يا ولعه؟ ده بيحضر الجوازات، ده على يدي. اهو امسك، سمي الله واتصل. ماشي خلاص بقى. تعالي ماجدة كملي، مش قادره. ايه بس يا حبيبتي اللي جابك؟ ما كلنا عارفين اللي انت فيه. الو ورحمه الله وبركاته. يا حاجه هي بقت كده؟ تكلمي الحكومه؟ معاكي رصيد زياده؟ طب كلميني انا، ولا انت مش خايفه ان بنتك تتاذي؟ وكتاب اللي ما بلغت حد، وكتاب اللي ما بلغت حد. انت مين وبنتي فين؟ بنتك معايا في الحفظ والصون، وهخليكي كمان تسمعي صوتها، بس معاكي 30 ثانيه من اول ما بنتك تبدا الكلام. ايه يا ماما، انتي وحشتيني قوي يا حبيبتي يا رنا، وحشتيني يا حبيبتي، وحشتيني. طمني عليكي، حد مسك؟ حد عمل لك اي حاجه؟ قولي لي يا رندا، قولي لي يا حبيبتي، انا بموت من غيرك، بموت يا رندا من غيرك. لا يا حاجه، موت ايه؟ بعد الشر عليكي، لا مفيش موت ولا حاجه، ما تقلقيش. بصي يا حاجه، انت هتطلعي شويه فلوس من اللي انت مكمراهم تحت السرير، وهتجهزي لنا كده بتاع 1,000,000 جنيه، وهنبلغك بعدها بالميعاد ومكان التسليم. تمام يا حاجه؟ وحسك عينك يا حاجه تبلغي الحكومه، عشان ساعتها بنتك دي انا هدفنها لك. سلام. هو ده الكلام. اصلي ولا مش اصلي؟ اصلي كده كده. بنتي المخطوبه يا ماجدة هترجع ان شاء الله، هترجع يا حبيبتي. هاتي لي بس الرقم اللي كلمك وانا هخلي جوزي يعرف لك مكانه فين بالظبط. لا انا مش مستغنيه عن بنتي، لا انا عايزه رندا. ده بيقول لي هيدفن بنتي، انا هتصرف. اهدي يا رندا، يا حبيبتي يا رندا، يا حبيبتي يا رندا، اهدي يا حبيبتي. ايه اللي اعرفه ان مامتها شغاله في الشهر العقاري، وان باباها مطلق مامتها بس من زمان قوي. باباها مطلق مامتها؟ حلو الكلام ده. حد فيكم عنده معلومه تانية وما قالهاش لسه؟ هتباحكوا. باباها مش بيسأل فيها، ومهتم بولاده اللي جايبهم من مراته التانية. ولاده اللي جايبهم من مراته التانية؟ عنده كام عيل؟ ما تعرفيش؟ لا. مس ممكن اروح الحمام؟ بطني بتوجعني قوي. افصلينا بقى في الموضوع المهم اللي بنتكلم فيه. هو احنا مش هنترحم من بطنك دي؟ يعني هو ابوكي فالح يروح يعمل لي في محاضر وبلاغات ومش عارف يوديكي للدكتور يا اختي؟
ما هو اداني وكتب لي كمان على دواء مش جايب نتيجه. اتفضلي قومي قوميها يا اختي، قومي روحي على الحمام وما تختفيليش زي البت رندا، هطلعكم من تحت تقاطيع الارض ثانيه وتكوني عندي. ماشي، سيبكم البت رندا، كلموني شويه في الواد علي. علي مامته ميته من زمان. عارفينها، مامته ميته وابوه مسافر، انا عايزه الجديد. الجديد يا ميس ان ابوه مش مسافر ولا حاجه. امال ابوه فين؟ انا في مره كده رحت له المنطقه وعرفت ان ابوه في السجن. سجن؟ طب ده سجون يعني. طب ولما هو في السجن مين بيصرف عليه؟ ها؟ مين بيصرف؟ مين بيدفع له مصاريف المدرسه؟ انطقوا. مش صدفه ممكن لحظه؟ طبعا يا حبيبتي جايالك. ميس هي البت دي عايزه منك ايه؟ وانت مالك يا اختي؟ انت مالك؟ في ايه؟ مالكيش دعوه. ايوه البت دي لغات. ايوه لغات، بس هي طالبه هنا عندنا في المدرسه، ايه المشكله يعني؟ ولا انت في الليسيه فرنسيه يا اختي؟ من الاخر كده يا ميس البت دي ضريبه، وحضرتك عارفه كده من ساعه ما وديتيها المستشفى. البت دي ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ضريبه؟ انت مين قالك الكلام ده؟ يا قرشانه يا صغيره. خطيبك قال كده لرنا ساعه لما راح لباباها عشان يتنازل عن الشكوى اللي كان عاملها فيكي. يخرب بيتك يا طارق. ميس من الاخر كده البت دي انا متخانقه معاها وهلبسها حوار يطلعها على المسرح. ده ايه يا اختي؟ تلبسيها حوار؟ تلبسي مين وتقلعي مين؟ ها؟ عارفه يا مقصوفه الرقبه لو جيتي جنبها هعمل فيها هفرمك كده فارم، فاهمه ولا مش فاهمه؟ فاهمه. بقول لكم ايه؟ البت دي تخصني. اللي هيجي جنبها هقطم رقبته. وقد انذر من اعذر. هي كانت اعذر صح؟ اهو انذر وخلاص. انذر ولا ما انذرش؟ انذر ولا ما انذرش؟ لا اعذر. انذر ولا ما انذرش؟ انذر. كل قرف. هو انت فين؟ انا عماله اكلمك ويا اما بتكنسلي يا اما ما بترديش. فين الحاجه اللي معاكي؟ حاجه ايه؟ ما كانش يتعز يا اختي. هو انت محدش قالك ان انا بت في الاسم ورحت نيابه سببك؟ ده ليه؟ ايه اللي حصل؟ استهبلي. الديلر بتاعك ما قالكيش؟ لا اصل انت مش فاهمه، الديلر ده انا مش بكلمه دايركت، يعني مش بتعامل معاه. ولما انت ما بتكلموش دايركت وفي وسيط بينك وبينه، كان لازمته ايه تجيبي اسمي؟ وانا اللي حفظت سرك، لا جبت اسمك لا في محاضر ولا في اسام ولا في نيابه، تقومي انت تسلميني تسليم اهالي للديلر؟ هاي يعني المهم ايه اللي حصل؟ عملتي ايه؟ خدت 15 سنه. ما انا واقفه قدامك يا بت. بقول لك ايه؟ قسما عظما انا ما هتحط في المواقف الزباله دي تاني بسببك، مفهوم ولا مش مفهوم؟ ومشكلتك هتحليها والجزمه فوق رقبتك. لا ما انا فهمتك قبل كده، انا خلاص يعني بدات اعالج نفسي. الكلام ده يا حبيبتي تقولي عند ام لطفي. ام لطفي مين؟ ام لطفي اللي بتنور وتطفي، عارفاها؟ هي اللي هياكل معاها الكلام ده، لكن انا لا. هتيجي معايا عند دكتور او دكتوره مش فارقه، وهتتعالجي غصب عنك. انا لسه ما خلصتش كلامي. مش رايحه هسلمك لابوكي. انا مش رايحه لدكاتره، ابعدي عني وخليكي في حالك احسن لك. خفت واترعشت، ده انا اتربيت. لازم تخافي وتترعشي. مش بتقولي انك عارفه عني كل حاجه؟ لا يا حبيبتي انا مش بقول. انا اعرف عنك اللي انت ذات نفسك ما تعرفوش عن نفسك. ايه رايك؟ تبقي عارفه اني قتلت واحده قبل كده وخرجت منها زي الشعره من العجينه. قتلت واحده؟ تخرب بيت خلفتك يا فؤاد. بت الله يقطع عمر على اللي جابوا عمر في يوم واحد. يعني انا لصمها من ناحيه، يقوم الزفت ده يروح يعكها من الناحيه التانيه. ده ايه ده؟ طب انت حسيتي ان ادهم متغير لما سمع الكلام ده؟ ايوه طبعا يا ماما. فضل قاعد مساهم وساكت بعد ما عمر ما مشي، واول ما النهار ما طلع قال لي لازم امشي عشان عندي مواعيد، مع انه كان قايل لي انه هيفضل معايا لحد ما اخرج من المستشفى. انا هروح له
مفيش حل تاني، لازم اروح له. استنى بس، رايح له فين؟ انت لو رحت له هيشك اكتر. احنا نتعامل طبيعي. طب ايه ده ايه؟ ده الراجل خرج من المستشفى متجه على البواب. لولا ان انا عرفت المها كده كان زمانه الله اعلم كان هيعمل ايه. ما يعمل اللي يعمله. هو احنا هنفضل عايشين تحت رحمته؟ طب ده احسن كلمه قلتها يومها ما يطلقها. ايه المشكله؟ لا لا والنبي يا ماما، انا مش عايزه ده يحصل. انا بحبه. يا روحي، ولما انتي بتحبيه عملتي في نفسك كده ليه؟ غلط. زهقت من الحياة الفورمال اللي عايشاها معانا. الحياة مملة، كل الأيام شبه بعض، امبارح زي النهاردة زي بكرة، كل حاجة بتحصل في نفس الوقت اللي بتحصل فيه اليوم اللي قبله. مفيش أي تجديد. اتخنقت، يعني كان نفسي أشوف الدنيا مع حد طائق، حد أتجنن معاه. انتوا فاهميني؟ فاهماكي يا حبيبتي، فاهماكي وحاسه بيكي كمان. هو بغض النظر طبعا عن هو مش وقته خالص الكلام ده، لكن العك اللي بتقوليه ده يا حبيبتي ما يبررش ابدا النيله اللي انت نايلتيها. عارفه وحاسه انه ربنا عمل كده عشان يعاقبني. ادم ما يستاهلش مني كده. انت هتعملي ايه؟ هكلم عمر يروح له وفي وسط الكلام كده يفهمه انك انت كنت شاري له الشقه دي استثمار. يا سلام، وانت شايفه ان ادم ده برياله يعني عشان يصدق الكلمتين دول؟ لا طبعا، هيفهم ان احنا زقين عمر وان احنا محفظينه الكلمتين. امال انت كنت رايح له تعمل له ايه؟ يا ستي انا هتصرف، اديني مساحتي. ما هي المصيبه انك انت هتتصرف. يعني مش مكفيك انك عرفت انها ست خاينه، رايح كمان تضحك على جوزها وتلبسه العمه وتقول له انها ست شريفه؟ امال انا جاي لك ليه يا دكتور؟ على فكره انا ضميري تعبني جدا، حرفيا انا مش عارف انام، نفسي اقول له الحقيقه بس خايف. خايف من ايه؟ هبقى خربت البيت يا دكتور. بالعكس، هتبقى بنيته. لما الراجل يعرف ان الست اللي عايش معاها خاينه يطلقها، احسن بكتير ما يعيش معاها طول حياته وهو مغفل. ومين قال ان الموضوع هيبقى مجرد طلاق؟ مش جايز يقتلها؟ قول لي طب يا هيثم، انت بدأت الموضوع ده من امتى وبدأته ازاي؟ من حوالي 3 سنين كده لما سافرت ماليزيا. خدت هناك كورسات برمجه وكده، وطبعا يعني عرفت ازاي هكر الموبايلات واسحب الداتا من عليها، بس يعني. وبعدين؟ ولا قبلين لما رجعت بقى مصر كان الموضوع بالنسبه لي مجرد هزار. اهزر مع صاحبي، اسحب الداتا من تليفونه، اهكر تليفون ده مش اكتر. الى ان واحد صاحبي جه منزل بوست على الفيس ونزل رقم تليفوني، وقال يا جماعه ده هيثم ده هاكر جامد، كلام من ده. في نفس اليوم لقيت حد بيتصل بيا، الو، قال لي ايوه هيثم معايا، قلت له هيثم معاك بدون مقدمات. قال لي انا فلان الفلان وعايزك تهكر لي تليفون شريكي وهديلك 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه؟ طبعا مبلغ كبير زغل لعينك. طبعا. واحد يتصل بيا يقول لي بقول لك ايه هكر لي تليفون مراتي، واحده تكلمني تقول لي هكر لي تليفون جوزي، واحد يقول لي هكر لي تليفون بنتي. تخيل، واحد باشا راجل محترم جدا متجوز واحده مش مخليها عايزه اي حاجه، بتكون مدوراها مع حته عيل صايع وبيستغلها وبتصرف عليه. لقيتها بقى بعتله صورها وفيديوهات. انا تعبت يا دكتور، نفسي ابطل الشغلانه دي، نفسي اغير شكل حياتي كله. طب قول لي يا هيثم، عندي سؤال كده هو ملوش علاقه بالموضوع، هو حب استطلاع مش اكتر. انت بتهكر التليفون ازاي؟ لينك، ببعت لحضرتك لينك، فتحته تليفونك بقى في جيبي، نقطه من اول السطر. يا منار، ابوكي عمل معايا الدنيئه، بس على فكره انا مش هسيبه.
لا اما يرجع كل اللي خده مني بالذوق، لا اما عليا وعلى اعدائي. انا بجد مش مصدقاك. انت بعت لي مسج تهددني بدل ما تقول لي الحمد لله على سلامتك. انت فعلا انسان واطي واناني. هو مين ده اللي اناني واطي؟ ده هادي ابن طنط منى. هم عرفوا حاجه؟ لا، انا ما قلتش اي حاجه لاي حد. احسن برضو، انا ما جبت السيره لاي حد. انا مش ناقصه فضايح، كفايه اللي احنا فيه. وبعدين هيجولنا يعملوا لنا ايه بعينيهم اللي يتدب فيها رصاصه دول؟ دي ناس قراره. معاكي حق يا ماما، انا مش عايزه حد يجي يزورني ولا يشوفني كده. انا بس نفسي اعرف مين دي اللي مراقباني وعارفه عني كل حاجه واللي بتعمل فيا كده. ومنتي بس بالسلامه يا حبيبتي واخرجي من هنا، وانا هروق لها، ومش هيهدالي بال الا لما اعرف دي مين واوصل لها هي واهلها. قولي طب يا هيثم، انت بدأت الموضوع ده من امتى وبدأته ازاي؟ من حوالي 3 سنين كده لما سافرت ماليزيا. خدت هناك كورسات برمجه وكده، وطبعا يعني عرفت ازاي هكر الموبايلات واسحب الداتا من عليها، بس يعني. وبعدين؟ ولا قبلين لما رجعت بقى مصر كان الموضوع بالنسبه لي مجرد هزار. اهزر مع صاحبي، اسحب الداتا من تليفونه، اهكر تليفون ده مش اكتر. الى ان واحد صاحبي جاب منزل بوست على الفيس ونزل رقم تليفوني وقال يا جماعه ده هيثم ده هاكر جامد، كلام من ده. في نفس اليوم لقيت حد بيتصل بيا، الو، قال لي ايوه هيثم معايا، قلت له هيثم معاك بدون مقدمات. قال لي انا فلان الفلان وعايزك تهكر لي تليفون شريكي وهدي لك 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه؟ طبعا مبلغ كبير زغل عينك. طبعا. الافات بقى بيكلموني، واحد يتصل بيا يقول لي بقول لك ايه هكر لي تليفون مراتي، واحده تكلمني تقول لي هكر لي تليفون جوزي، واحد يقول لي هكر لي تليفون بنتي. وما اقولكش بقى يا دكتور، الواحد شاف فضايح. نادرا لما تلاقي حد سالك للي خلقه، مفيش، بجد مفيش. تخيل واحد باشا راجل محترم جدا متجوز واحده مش مخليها عايزه اي حاجه، بتكون مدوراها مع حته عيل صايع وبيستغلها وبتصرف عليه. لقيتها بقى بعتله صورها وفيديوهات. انا تعبت يا دكتور، نفسي ابطل الشغلانه دي، نفسي اغير شكل حياتي كله. طب قول لي يا هيثم، عندي سؤال كده، هو ملوش علاقه بالموضوع، هو حب استطلاع مش اكتر. انت بتهكر التليفون ازاي؟ لينك، ببعت لحضرتك لينك، فتحته تليفونك بقى في جيبي، نقطه من اول السطر. ده هادي ابن خالتك اللي بيطلبك على الواتساب تاني ولا ده حد تاني؟ لا يا ماما، ده ادهم. ادهم؟ طب كويس، بعت يطمن عليكي؟ لا يا ماما، ده بعت لي لينك كده بس ما بيفتحش. اكيد شاف حاجه عجبته على الفيسبوك وبعتها لي. طب يا حبيبتي ما تحاولي تاني يمكن يفتح. ابوكي عمل معايا الدنيا، بس على فكره انا مش هسيبه. لا اما يرجع كبسه قفشتك ايه؟ ايه انت بتلغي ايه ولا بتكلم ايه؟ قول. لا مفيش، اتفاجئت بس شويه. اتفاجئت ايه يا راجل؟ ده انت وشك جاب 100 لون. ايه معاك موزة على الكام؟ قول واعترف، كلنا هذا الذكر. لا بس انا مش خاين. لا ليه بقى هتسميها كده وتركبنا الغلط يا عم؟ دي تفاريح، انما طبعا العيال وام العيال والنكد كله على راسنا من فوق. ادم انا بصراحه جاي لك النهارده وواقع في عرضك.
انا جايلك عشان في مشكله كبيره واحساس انك انت ان شاء الله ممكن تحلها. مشكلة ايه؟ خير؟ لا ما هوش خير خالص. بقالي مده يعني بلاحظ على البنت فرح كده حاجات في الاواخر بقت ظاهره بالنسبه لي، شكلها كده في العيال اللي حواليها دول حد منهم جرار سكه المخدرات. بول بيسا مش عارف ايه. انت الوحيد بالنسبه لي ممكن يساعدها بحكم انك انت عارفنا ومننا واثق في علمك وفي نزاهتك. مش هقدر اسلمها لحد تاني. وبعدين بكلمك وربنا العالم، انا النهارده جاي لك النهارده بالذات مش بصفتك جوز بنتي، والله العظيم بصفتك ابني اللي انا ما خلفتوش. ربنا يسترها معاك يا رب. ماشي. ده برايفت نمبر. الخير على قدوم الوردين. مضطر ارد لحسن يطلع ناس بقى ايه من الكبار وعندهم فرح وكده. حماك برضو. الو. فؤاد بيه؟ ايوه يا فندم، مين معايا؟ مش مهم انا مين، المهم ان انا هبعت لك لوكيشن للمكان اللي هتلاقي فيه البنت اللي هربت منك في النادي. خرجت البصل يا امين؟ ايوه يا حبيبتي، طب يلا جايلك في الطريق اهو. خد يا مريم. يوه، هو انا قاعده في البيت علشان اذاكر ولا عشان تقرفوني؟ ايه يا بنت تقرفوني ده؟ ايه اللي الادب دي؟ اعتذري يلا. انا اسفه. لا مش دي، التانية. حبيبة بابا انت، بقول لك صاصة اخد المضاد الحيوي بتاعه؟ ايوه. طيب يلا. كاك راجعه في دماغك. يا نهار اسود، هو انت بتعمل ايه؟ بدور على عنوان البيه اللي طلعت متجوزاه من ورانا. اخص عليك يا امين، وانت مصدق ان صدفه تعمل حاجه زي كده من ورانا؟ انا ما صدقتش ولا كلمة من اللي هي قالته. طب وهي هتعمل كده من ورانا ليه؟ عندك اسأليها. انا كل لما اقول لها اديني اسمه وعنوان الراجل ده تقول لي يا جوز اختي سيب لي الموضوع ده وانا هتصرف. طب يا اخويا بدل ما انت مبهدل لنا الدنيا كده وعمال تفتش، ما تكلم طارق هو يديك عنوان الراجل، هو مش عمه؟ يا حنان افهميني بقى، انا مش عايز طارق بيه ولا صدفه يعرفوا اي حاجه عن الموضوع ده خالص. انا رايح اقابله لوحدنا، هقعد معاه لوحدنا واعرف منه الحدوته بتاعت الجوازه دي، وبعدين عايز اعرف اذا كان طارق بيه على علم بالجوازه دي وبيستعبطنا ولا ما يعرفش عنها اي حاجه. تالت حاجه بقى ودي الاهم، هو ليه نشن على صدفه بالذات؟ هي مين دي اللي بتتجوزها؟ دي مراتي، انت اهبل يالا. قسما بالله لما كنت عامل لو كنت كسرت عليك المكتب ده. انت قليل الادب وخساره فيك اي حاجه كويسه انا عملتها لك. عملت لي ايه؟ انا نفسي افهم، قول لي والله بجد عملت لي ايه؟ اديتنا حاجه من عندك؟ اديتنا حاجه من جيبك؟ ما كله من تعب وشقى ابويا الله يرحمه. الله يرحمه. ابوك مات من زمان، انا اللي بنيت وعليت وكبرت. لو بتتكلم على الحق يبقى حقك عندي هو نصيب ابوك يوم ما مات وبس. ما عملتش كده ليه من وقتها لو انت بتدور على الحق؟ فدحنا فيها، المحاسب موجود والدفاتر موجوده وهنفذ دلوقتي. برافو، والله ضحكتني يا اخي. انت جاي بعد ما شغلت فلوس ابويا السنين دي كلها تقول لي احنا فيها؟ اطلع بره، اطلع بره. ادينا حق وانا قسما بالله ما هوريك وش تاني. ماشي، انا هديك اللي انت عايزه بس بشرط تبعد عن صدفه نهائي. ليه؟ نفسي افهم ليه، قول لي السبب. مراتي يا راجل، بأمارة ايه؟ قسيمة الجواز اللي انت ضاربها، ها؟ اللي انت كاتبها قبل ما تقابلها بشهر ونص؟ ابواب المحاكم لسه ما قفلتش، روحوا اثبتوا ان القسيمه دي مزوره. انت عايز منها ايه؟ انت اللي عايز منها ايه؟ واشمعنى دي بالذات؟ وانا كنت اعرف انك هتتجوزها؟ يا راجل ده انت ما قلتش لحد، ده ابنك اللي هو ابنك ما يعرفش. عارف وانت عرفت، حل عني بقى يا اخي. انت قلت ابواب المحاكم ما بتقفلش. نتقابل هناك. سلام يا عم. هي مين فرح اللي انت شاغله نفسك بيها وبمشاكلها دي؟ هو انت مش واخده بالك يا صدفه انك في مصيبه؟ مصيبه ليه يا اختي؟ الجوازه باطله
والعقد كمان مزور. هتتحل يا حنان، هيحصل ايه يعني؟ انا اللي شاغلني دلوقتي عايز اعرف البت فرح بتسرح بيا ولا فعلا قتلت واحده زي ما بتقول، بس هي قادره وتعملها. يكونش ده السبب اللي خلاها تروح المدرسه التعبانه دي؟ اصل ابوها يخرب بيت ابوها واللي جابوه. انا كنت بفكر البس الشنطه دي. ايه رايك؟ لا وحشه كتير وزحمه. ليه؟ هلبسها. بنتي يا مريم، السويتشيرت بتاعتك دي طلعت طويله قوي، عايزه بقصرها. حلوه على الطقم ولا اغيرها؟ عارفه لو تشتيها في مسمار ولا جيتي عليها ببقعه مانجا؟ ده انا خيري عليكي، ده انا نضفتها لك وسبختها لك على حسابي ورجعتها جديده نوفي. ما بيتمرش فيكي صحيح، بيتمرش. صدفه انا كنت بكلمك في حاجه مهمه، بطلي تهربي كل ما اكلمك. حنان انا اتاخرت. ستر يا رب. وش صاصه، عامل ايه يا حبيب خالتك؟ والله الحمد لله احسن خالته. سمعت ان انت حلت لهم موضوع الدليفري. ده فعلا جبت لهم واحد صاحبي كده بالمكنه بتاعته، بس هياخد فلوس طبعا. شاطر يا حبيب خالتك، وماله ما ياخد فلوس ما حقه. بقول لك ايه، وعد مني، انا بوعدك اهو قدام امك، اول ما اقبض الجمعيه الجديده هدفعها لك في مقدم مكنه. واحنا لسه نستنى الجمعيه يا خالته؟ ده انت واقعه ما بين اتنين اغنى من بعض. انا لو منك هشوف مين هيقدرني اكتر واكمل معاه. اخرس يا واد، من امتى خالتك كانت استغلاليه؟ ما هو من خيبتك. انت قاعد على المسند ليه؟ انزل مع على المسند هيتكسر. وبتشر نفساتي في العقد. انت بتخبسي في وشي يا صدفه؟ لا يا اختي، انا متعوده اقرا المعوذتين وقل هو الله احد كل ما اخرج من البيت. خشي بيتك ومطرحك. ده ايه ده؟ يوه، هي رايحه فين بالريحه المفحفحه دي؟ خير يا نجوى، عاوزه ايه؟ عايزه اطمن على صاصه واقول له سلامتك، وجايبه له معايا هديه. خد يا صاصه. ده موبايل. ايه ده؟ بدل اللي اتسرق منه. موبايله ما اتسرقش يا حبيبتي، اللي اتسرق ده موبايل انا، واختي صدفه ربنا يخليها لي نزلت تجيب لي موبايل جديد. غريبه بجد والله يا اختي، كنت فاكره ان هي نازله تقابل البيل اللي اتقدم لها. وايه اللي انت جايباه ده يا نجوى؟ ما انت عارفه احنا ما بناكلش حاجه من بره، احنا بنعمل هنا على ايدينا الحلو والحادق. من كام يوم كنت قاعد في النادي الصبح بشرب القهوة، فجأة لقيت بنت بتجري قصادي كأنها خايفة من حاجة وبتهرب منها، ومعرفش ليه اتشدت لها. ومعرفش برضو اللي خلاني اطلع الموبايل واصورها واكبر الصورة وافضل ابص في ملامحها. لقيت قصادي بنت زي القمر، طيبة وحنينة ومختلفة عن كل البنات اللي أنا شفتها. قررت بقى وركبت دماغي أعرف دي مين وأعرف إيه حكايتها. مشيت وراها. لحد ما وقفت قصاد المدرسة وعرفت إن دي المدرسة اللي أنت شغالة فيها. الله يخليك، الله ينور عليك يا رب. بس خد بالك انت مش كاتب النمره الجديده. بعد ما دخلت المدرسة رحت للخطاط اللي أنت كنت واقفة معاه. والراجل بصراحة كتر خيره، ما قصرش، حكى لي عنك كل حاجة. السلام عليكم يا بركة. سلام ورحمة الله وبركاته. أمر يا أستاذ. الخطاط ماشي يا سامي يا جزمة قديمة لما أشوفك. على فكرة الراجل ما قالش أي حاجة غير اللي كان نفسي أسمعها. معرفش برضه يا صدفة إيه اللي خلاني أقعد في عربيته قدام المدرسة مستنيكي لحد ما لقيتك جاية وجايبالي البنت وعايزاني أوديك المستوصف. أيوة كده يا أخوي، اتكلم وهات اللي في بطنك. أتاريك متدبقني من الأول وبتراقبني وأنا ولا واخدة بالي. الحقيقة بس ما كنتش أعرف إن أنا هوديك المستوصف ولا إن أنت هتنسى شنطتك في العربية. طبعا
وهتفتش فيها وتفتحها وتطلع المحفظة والبطاقة. تعرف أنا ساكنة فين وتجيلي لحد البيت. لما جيت لك البيت بقى ما كنتش ناوي خالص ولا في نيتي ان انا طبعا اتقدم لك. نعم. بس لما قعدت مع اختك وجوزها واولادها لقيت اللي اتحرمت منه صدفه بدور عليه من زمان. العيله دي نعمه كبيره جدا ربنا بيكرم بها الانسان، ما يحسش بها غير اللي اتحرم منها. وانت ايه بقى اللي حرمك منها؟ ابويا مات وانا عندي 4 سنين، وام الله يسامحها سابتني بعدها بسنه وراحت اتجوزت وعاشت بره. فضلت عايش بقى ما بين خالي وخالتي، اروح عند خالي مرات خالي تقلب وشها، اروح عند خالتي جوز خالتي يقلب وشه. فضلت اتنطط يمين وشمال وفضلت مقضاها بالطول والعرض لحد ما اتخرجت. يا عيني. بس بقول لك ايه، ما تزعلش مني، يعني انا مش قصدي، بس بصراحه امك دي غريبه قوي. ايه ده؟ في نسوان تعمل كده برضو في عيالها؟ دي حاجه صعبه. هي بقى بسلامتها فين وبتعمل ايه دلوقتي؟ صدقها صدفه ان انا حتى مش فاكر ملامحها. اخر مره شفتها يجي من 10 سنين. نزلت اجازه نص ساعه وريتني صور اخواتي اللي منها اللي معرفش حتى اساميهم. سبحان الله، ده انت طلع وراك حكايه. الدنيا دي طلع فيها حاجات غريبه قوي واحنا ما نعرفش. I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino. A Portofino I found my love, nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me. Socchiudo gli occhi e mi vicino. نهار اسود. ايه في ايه؟ انا بطني وجعاني، انا معدتي قلبت، لازم اروح الحمام. يا دي المصيبه، يا دي المصيبه. انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ انت لسه هتقعد؟ بقول لك ايه، مفيش باب تاني غير الباب الاولاني اللي دخلت منه عشان اخرج منه. تؤمر بيا يا فندم. مساء الخير. مساء. هات لي شاي. ايوه يعني انت فين دلوقتي؟ انا تحت يا طارق، يلا انزل. هو ايه اللي حصل لكل ده صدفه؟ وايه اللي مشاكي اصلا؟ والاكل اللي نزل ده؟ نفسي اتسدد. معدتي قلبت عليا كده ودخلت الحمام رجعت اللي في بطني. يلا انت بقى، مستنياك. ماشي يا صدفه، هحاسب وانزل لك. سلام. فؤاد، ازيك؟ انت اللي كلمتيني من برايفت نمبر؟ برايفت نمبر ايه يا فوكس؟ معقولة نسيتني؟ نسيت نهلة بتاعت المانيال؟ اخسى عليك، ده اللي بينا عمره ما يتنسي ابدا. لا العاب، يخرب عقلك، ما عرفتكيش. انت فينك وفين اراضيك؟ ربنا هداني بقى واعتزلت الملاعب من ساعة ما اتجوزت وبقى عندي بنت. وبنتك بقى طالعة حلوة زي مامتها كده؟ أمورة وزي القمر، وزمانها جاية دلوقتي. انت اللي اتصلت بيها النهارده؟ تاني يا فؤش؟ يا فؤاد نمرتك مش عندي أصلا، وبعدين كل الأرقام القديمة دي أنا دلتها من ساعة ما اتجوزت وبقى عندي بنت. واخبار الجواز ايه معاكي؟ مبسوطة؟ محدش مبسوط، بس الحمد لله إن ربنا سترها والصفحة القديمة اتقفلت من غير فضايح. بس لو عايزين نفتحها يعني احنا في الغد. بالعكس، أنا عايزاها تفضل مقفولة على طول، لأن ما عنديش استعداد حد يدور في القديم، لأن كده ممكن حياتي تتهد ونظرة بنتي تتغير ليا يا فؤاد. أرجوك أرجوك؟ اللي أنت هتلبسيني تهمة يا ست. أنت لو كنت عديتي جنبي ما كنتش أعرفك ولا أفتكر. بالراحة.
الدنيا صغيره قوي يا فؤاد. اهي بنتي جت اهي. هاي يا انكل. اهلا يا حبيبتي. صدفه انت ليه مش عايزه تصرحيني وتقولي لي الحقيقه؟ اصارحك؟ اصارحك بايه؟ تقولي لي مين الراجل اللي اول ما شفتيه اتنفضت وجريت على الحمام؟ راجل؟ جرأة يا طارق، انت هبت منك ولا ايه؟ وانا مش اهبل يا صدفه، انا شايفك بعيني وعايز اعرف الراجل ده مين وايه حكايته. وانا هقول لك طبعا، ما انت لازما وحتما وضروري هتعرف، وانا لازما وحتما واكيد هقول لك، وعشان ابقى امينه معاك يا طارق موضوع زي ده انا ما ينفعش اخبيه عليك اصلا. بس ده بقى في حاله ايه؟ في حاله اننا كملنا مع بعض وربنا كتب لنا نصيب واتجوزنا. لكن افرض بقى ده ما حصلش، افرض لاي سبب ما اتجوزناش، تبقى عرفت عني حاجات انا مش عايزاك تعرفها. لا يا حبيبي، انا هحتفظ لمعلوماتي بنفسي لحد ما اتاكد ان احنا خلاص بنتجوز، وساعتها بقى حقك عليا ان انا اقول لك كل حاجه. اتفقنا؟ لا ما اتفقناش يا صدفه، وانا بقى عايز اعرف مين الراجل ده. بعدين بقى انا متهيألي ان انا شفت الراجل ده قبل كده، بس مش فاكر انا شفته فين. ان شاء الله مش هتفتكر. على فكره يا صدفه انا كان ممكن اروح اساله عادي جدا ولا يفرق معايا، بس انا قلت اكبرك واسمع منك. طارق، هو احنا ينفع بقى نعمل سكيب سريع للموضوع ده ونتكلم في اي حاجه تانية ولا ايه؟ لا يا صدفه، مش هنعمل سكيب لا للموضوع ده ولا لاي مواضيع تاني جايه. انت كده بتضطرني ان انا اكذب، وانت عارف ان انا ما بحبش الكذب. وللدرجه دي الموضوع ده سر يا صدفه؟ ولا ده كمان رحت قابلتيه في نايت كلاب ونزلت ركبت معاه العربيه واتجوزتيه وانت مش حاسه ولا داريه؟ نايت كلاب؟ نايت كلاب ايه؟ لا يا طارق، لا ده تطاول اوفر وانا مش هسمح بيه. ولو هي دي بقى نظرتك ليا يبقى بلاها الجوازه دي من اولها. ولعلمك موضوع عمك ده انا اعرف احله ازاي ولوحدي وبطولي. انا مش صغيره، انا صغيره ولا ايه؟ افتح حزام الامان. صدفه بطلي جنان. ايدك. اوصلك طيب. طريقي غير طريقك يا هندسه. هندسه؟ يا صدفه ما تفرجيش الناس علينا. اهدي. افتح البتاعه دي. يا لهوي على الجنان. افتح ازاي دي كمان؟ اقسم بالله مجنونه. انا ناقصه. يا اسطى يا اسطى، اول فصل يا اسطى. يا استاذ امين لاحظ ان الست اللي بتتكلم عليها دي للاسف تبقى مراتي، وانا في حل ان انا ازوق صورتها قدامك عشان انت جوز اختها. انا بحكي لك كل حاجه بامانه. بس هي ما قالتليش انها راحت معاك البيت. احلف لك يعني عشان تصدقني؟ طب هي قالت لك على 300,000 جنيه اللي هي خدتهم مني؟ 300,000؟ يا استاذ امين اللي بيعمل حاجه غلط ما بيروحش يعترف لاهله. ودي واحده كانت سهرانه بترقص وبتغني وبتشرب وكل الناس شايفاها، ولما خرجنا ركبت معايا العربيه وبرضه كل الناس شايفاها. طب هنروح بعيد ليه؟ ما في كاميرات بره وجوه واكيد مصوراها. ايوه بس هي بتقول، هي تقول زي ما هي عايزه تقول. مش في ورق يثبت ان هي جت معايا عند المأذون ومضت على القسيمه؟ وبعدين عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا اللي طلبت منها الجواز لان انا الحمد لله ما بحبش اعمل حاجه في الحرام. واول ما وصلنا البيت اديتها 300,000 جنيه وقلت لها خدي دول مهرك. تاني يوم الصبح ما لقيتهاش. وليه حضرتك ما شرفتناش في البيت وقلت لنا على اللي عملته معاك؟ هي مش ليها اهل برضه؟ وسهل انك توصل لهم من خلال بيانات البطاقه اللي في قسيمه الجواز؟ ما تزعلش مني يا استاذ امين، انا ما اعرفكمش. وازاي واحد زي حضرتك كده راجل محترم يتجوز واحده لا مؤاخذه شقطها من مكان زي ده؟ لا 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 لا، هو مين اللي شقط مين يا استاذ امين؟ حضرتك فاهم غلط. اخت مرات حضرتك طول الليل بتعاكسني وبتبص لي وبتلغيني، ولا اخفيك سرا انا كنت معجب بيها، بس بعد ما عرفت اللي حصل عرفت ان هي كانت مزقوقه عليا. مزقوقه عليك من مين؟ للاسف حد من دمي ومن لحمي، من اخويا طارق. ايوه يا استاذ امين، اللي زي اخت مرات حضرتك دي مش سهله. دي انكرتني لما اتصلت بيها. انكرتك؟ هو انت كلمتها؟ ايوه، انا جبت تليفونها وكلمتها اكتر من 100 مره. طب اقدر اعرف ايه المطلوب منها دلوقتي؟ ولا حاجه، ترجع لي. ما هو انا ما اتجوزتش عشان اقضي ليله واحده، او ترجع لي 300,000 جنيه
وتتنازل عن الصداق والمقدم والمؤخر واطلقها وكل حي يروح لحاله. وادي صوره طبق الاصل يا استاذ امين من القسيمه، تقدر حضرتك تروح بيها اي محكمه وتثبت اذا كانت مزوره ولا حقيقيه. ما تاخذنيش في السؤال ده يا استاذ جلال. ايه اللي يخلي طارق يتفق مع صدفه عليك؟ والله اجابه السؤال ده مش عندي، عندهم هم. ده راجل كذاب وافاق وضلالي، وان شاء الله باذن الله اخرته هيتشوي كده في نار جهنم وبئس المصير. بقى انا مش صدفه اللي الكل بيحلف بامانتي اطلع سرقه منه 300,000 جنيه؟ ده انا لو معايا 30 مش 300 والله العظيم ما كنت قعدت لكم فيها. طب هو كذاب وضلالي ماشي، طب الورقه دي بقى هتقولي عليها ايه؟ ولعلمك انت يوميها كنت راجعه البيت بالليل واحنا كلنا نايمين ومحدش حس بيك. لا وخبيتي علينا وفضلتي مكتمه على الموضوع لحد الاعلام ما جالي. ما تجيلنا في السالك يا صدفه وترسينا على الزتونه في الحوار ده. سالك وزيتونه ايه يا واد؟ ما تتكلم عدل مع خالتك. بقول لكم ايه، عشان انتوا كده شكلكم عايزين تسمعوا اللي يرضيكم، وانا ما عنديش كلام غير اللي انا قلته. انا ورحمه امي وان شاء الله يا رب ما يطلع عليا نهار انا لا خبيت عليكم حاجه ولا كدبت. شوفوا بقى انتوا عايزين تصدقوا مين وتكذبوا مين. رحت معاه البيت قال استني يا خالتي. خدي يا بت تعالي كملي ده وانا هقوم لها. مصدق مين؟ انا مصدق دي. جراء يا صدفه ما تستهدي بالله يا حبيبتي، احنا ما غلطناش فيكي يا بنتي، احنا كنا بنستفهم بس والله. لا ما كنتوش بتستفهموا يا حنان، انتوا مكدبيني ومصدقين الراجل الكداب ده. ما هي بصراحه حاجه تجنن وما تدخلش عقل حد. طب لو انت ما رحتيش معاه عند المأذون ازاي بقى امضتك موجوده على القسيمه؟ طب فهميني. بنطلون الترنج فين؟ ايه حكايه ال 300,000 جنيه؟ لا وكلكم وطارقكم تاني اللي انا في الاخر طلعت متآمره معاه. هو انا كنت شفته ولا اعرفه؟ ايه ده؟ بصل وتوم؟ بصل وتوم في الشنطه؟ وانا اقول الشنطه تقيله ليه؟ مش كفايه يا حنان؟ مش كفايه عامله لي الاوضه مخزن لحاجتكم، كمان الشنطه يا حنان. جرى يا صدفه عادي مش بدل ما هي فاضيه. فضي معايا خليني اغور من وشكم. الحمد لله ان شقه ماما الله يرحمها لسه موجوده. يا بت سيبي الحاجه هتبوظي لي الاكل يخرب بيتك. مش هسيبك تنزلي، والراجل اللي بره ده عمره ما هيهون عليه انك تنزلي من بيته دلوقتي. اتجننتي ولا ايه؟ ما تستهدي بالله بطلي هبل بقى. انا حلفت يا حنان وما عنديش ادنى استعداد ان انا اصوم 3 ايام. لا ما تصوميش، ادفعي كفاره يمين من 300,000 جنيه اللي انت واخداهم. طب ورحمه امي عشان الكلام السم اللي انت بتقوليه ده ما انا بهتلكوا فيها. ايه الهبل ده يا بت؟ والله العظيم بهزر معاكي. طب انا جات لي فكره عشان تقطعي لسنه كل الناس دي وتطلعي الراجل ده كداب وضلالي. اسمعي كلامي. اسمع كلامك اعمل ايه؟ تيجي معايا عند الدكتوره تكشف عليكي. نهار اسود ونيل يا حنان، انت بتشكي فيا؟ اخص عليكي. خلاص يبقى على الدنيا السلامه. لما اختي الكبيره اللي مني اللي مربياني تبقى عايزه تعملي كشف عذريه، هيحصل ايه في الدنيا وحش من كده؟ عموما ماشي انا موافقه، هاجي معاكي عند الدكتوره بس تبقى دكتوره عشان انا ما بتكشفش على رجاله. ولما يا حبيبتي تتاكدي ان اختك ساق سليم ابقي اعرفي ان دي الناحيه اللي بينا يا حنان. ايوه عاجبني والله اللي انت فيه قوي. خليك بقى اعمل بتاع المنايل ده طول اليوم كده لغايه ما تجيب لنا النصوص اللي انت عايزهم على اللوكيشن هنا. اصحى يا اخ. لا تؤمر بيا يا باشا. اصحى ما بهزرش. لا تؤمر بيا يا باشا. موبايلات ايه ودنيا ايه؟ مساء الخير. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا عروسه؟ العريس الجميل اخباره ايه؟ تمام ولا فيص؟ اهلا وسهلا. اهلا يا هاني. مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا. ايه يا حليمو؟ يا بص. ايه يا حليمو؟ انا علمتك كده برضه. عن اذنك. اتفضل يا بص. بعد اذن حضرتك. الوش اللي زي القمر ده مش عايزين ندوس على الشعر، انا تتكرم، احنا عايزين نشوفه كده وهو كيرلي مظبوط.
يا بختها اللي ميسي فؤاد يعمل شعرها. يا سلام. فاهم؟ فاهم يا بص. او كده ايه؟ انا اديت لك بقى اول السكه وانت تكمل، وده كله يبقى كده. تمام يا ميسي. شرفتينا يعني. ميرسي. دخلت التاريخ. ليه يا اروى مامتك تعمل كده؟ طب اقفلي بعدين اكلمك. انت ايه حكايتك بالظبط؟ انت مش ناوي تكبر يعني وتبقى راجل؟ يعني انا عاملك صاحبي وبقول لك انا رايح الحته الفلانيه نص ساعه والاقيك بعت البنت بتاعتك دي اللي اسمها مروه دي ولا اروى وكمان امها ايه؟ بتيجي عند النسوان وخلاص مفيش كنترول؟ مش كفايه اللي انت هببته قدام جوز اختك؟ ايه ده بس افوقش وانا افهمك التيتا. فاهم يا اخويا. مبدئيا كده انا ما بعتش حد. انا اروى كانت قاعده جنبي وانت بتكلمني ومش عارف مامتها عملت كده ليه. انا لسه متفاجئ دلوقتي ان هم جولك. طب بقول لك ايه يا عم بتفاجئ؟ انا بتفاجئ اكتر منك. انت ايه الحكايه؟ اروى كانت قاعده جنبك وانت كنت قاعد جنب اروى دي هنسمعها كتير، هنشوفها كتير الفتره الجايه. يا اروى دي ايه يعني؟ هتاخد اللفه بتاعتها زي اللي فاتوا وتبقى زي اللي قبلها ولا قبلها ولا دي فيها لغز بقى وفيها بيبي ولا ايه؟ ما هو انا كنت ناوي افتحك من كام يوم في الموضوع ده، بس إيه؟ منار بقى واللي حصل لها خلاني انجز. انا ايه مكسوف يا ولد؟ في ايه؟ يعني انتوا كنتوا عاملين تفتحوني في موضوع الجواز. وانت بقى عايز تتجوز اروى دي؟ ده انت لو لفيت العالم ده كله وخلصت كل البنات اللي فيه اروى دي بالذات لا وقف الموضوع ده وجر الخط. ليه؟ هو كده عشان انا قلت لك كده وانا ابوك وعارف مصلحتك وانت هنا. ايوه طب انا عايز افهم ليه؟ ما قلت لك عشان ابوك وعارف مصلحتك بقى وخلاص. الله. ايوه طب هو ده من حقي. زعق ياد كمان، اطلع عادي كده فوق المكتب كده وزعق وفرحني كده بشبابك. طب هي طنط نهله قالت لك حاجه ضايقتك؟ طنط نهله؟ وحياة امك طنط نهله؟ ولا الموضوع ده اتقفل ومش هسمع فيه كلمه تاني. راجل يبقى شيل مسؤوليه. اتفضل اطلع دلوقتي على المستشفى عند اختك وامسك المسائل كويس واوعى تغلط بكلمه واحده قدام جوز اختك. اتفضل. ما يتحرق ادهم على اللي جابوه، انا خليني في اللي يخصني. يا اما تطلع تزعق اكتر من كده كمان. قلت انا اللي فيها وخلصت على كده. اتفضل يلا. ده ايه القرف ده؟ قرف على دماغك ودماغ اللي خلفتك. واخسر فيك الاهانه بقال. اتفضلي يا اختي. سمينا بقى. ايوه يا ماما. بقول لك ايه؟ الواد عمر هيجي لك يشتكي مني. ها؟ اوعي تديله اي ريق. عارف عايز يتجوز مين؟ عايز يتجوز بنت الست اللي كان اسمها نهله اللي هي كانت بتاعت المانيال مش فاكره حاجه من تاريخك الاسود ده. فكك من عمر دلوقتي وخليك مع ادهم مختفي قافل موبايله ومحدش عارف هو فين. هو انت قلت له ايه ولا عملت معاه ايه؟ شكلك طينت الدنيا زي عوايدك. جراء يا صدفه ما تستهدي بالله يا حبيبتي، احنا ما غلطناش فيكي يا بنتي، احنا كنا بنستفهم بس والله. لا ما كنتوش بتستفهموا يا حنان، انتوا مكدبيني ومصدقين الراجل الكداب ده. ما هي بصراحه حاجه تجنن وما تدخلش عقل حد. طب لو انت ما رحتيش معاه عند المأذون ازاي بقى امضتك موجوده على القسيمه؟ طب فهميني. بنطلون الترنجه فين؟ ايه حكايه ال 300,000 جنيه؟ لا وكلكم وطارقكم تاني اللي انا في الاخر طلعت متآمره معاه. هو انا كنت شفته ولا اعرفه؟ ايه ده؟ بصل وتوم في الشنطه، وانا اقول الشنطه تقيله ليه؟ مش كفايه يا حنان؟ مش كفايه عامله لي الاوضه مخزن لحاجتكم؟ كمان الشنطه يا حنان. جرى يا صدفه عادي مش بدل ما هي فاضيه. فضي معايا خليني اغور من وشكم. الحمد لله ان شقه ماما الله يرحمها لسه موجوده. يا بنت سيبي الحاجه هتبوظي لي الاكل يخرب بيتك. مش هسيبك تنزلي، والراجل اللي بره ده عمره ما هيهون عليه انك تنزلي من بيته دلوقتي. انت اتجننتي ولا ايه؟ ما تستهدي بالله بطلي هبل بقى. انا حلفت يا حنان وما عنديش ادنى استعداد ان انا اصوم 3 ايام. لا ما تصوميش، ادفعي كفاره يمين من 300,000 جنيه اللي انت واخداها. طب ورحمه امي عشان الكلام السم اللي انت بتقوليه ده ما انا بهتلكوا فيها. ايه الهبل ده يا بنت؟ والله العظيم بهزر معاكي. طب انا جات لي فكره عشان تقطعي لسنه كل الناس دي وتطلعي الراجل ده كداب وضلالي. اسمعي كلامي. اسمع كلامك اعمل ايه؟
تيجي معايا عند الدكتوره تكشف عليكي. نهار اسود ونيل يا حنان، انتي بتشكي فيا؟ اخص عليكي. خلاص يبقى على الدنيا السلامه. عموما ماشي، انا موافقه، هاجي معاكي عند الدكتوره، بس تبقى دكتوره عشان انا ما بتكشفش على رجاله. ولما يا حبيبتي تتاكدي ان اختك ساق سليم ابقي اعرفي ان دي الناهيه اللي بينا يا حنان. بعتلك صورته وهو طالع من الحمام الصبح، شكله استغفر الله العظيم حاجه تغم. تخيل بقى ده اللي انا عايشه معاه. طب اقول لك ايه؟ اوعي تنسي تمسحي الواتساب، لا يقع التليفون في ايده ويسمع المسجات. اطمن، عمره ما مسك موبايلي ولا فتش فيه، اصل مامته مربياه ومطلعاه محترم. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبتي. عامله ايه؟ وحشتيني جدا. وانت كمان جدا. ممكن بقى ما تسافرش تتاخر عليا بعد كده؟ ماشي، بس انا قلت لك تعالي معايا، انت اللي قلت لي لا. طب اعمل ايه؟ ما انت اللي نشنت على الميعاد اللي كنت طالعه فيه الجونه مع صاحباتي. ولا يهمك يا حبيبتي. قولي لي، انبسطتي مع اصحابك؟ جدا. تعالي تعالي اقول لك يا شاطره. قديمه قوي شاطره دي. وايه الجديد منها ان شاء الله يا خايبه؟ سالي، اسمي سالي. ما غلطناش في البخاري. بخاري؟ هو انت كمان يا بت مش عارفه مين البخاري؟ طبعا، ما انتوا جيل مهبب وجاهل. انت محتاجه دروس عربي ودين. انت واصحابك اللي واقفين هناك دول. بيكلميني كده وانا اشوف لك ميعاد. المهم، مش انت برضك صاحبه فرح؟ مش انت اللي كنتي معانا يوم المستوصف؟ متهيألي كده. هو في حاجه؟ هو ايه اللي بتهيألي وفي حاجه وعوجالي وشك؟ ما تتكلمي عادي، لو انا بشحت منك. قوليلي، هي مش باينه النهارده ليه؟ مفيش، اختها محجوزه في المستشفى بقالها كام يوم والدنيا متلخبطه معاها شويه. منار؟ وانت كلمتيها واطمنتي عليها؟ مش صدفه. استاذ عماد، تعالي معايا. اهلا يا استاذ عماد. ايه مش صدفه؟ هي دي اخر النهار بتاعتك؟ اخر النهار؟ يعني ايه مش فاهمه؟ هو لا مؤاخذه كان في ميعاد بيني وبينك وانا خليت بيك؟ دي كمان مش فاكره. مش فاكره، مش عارفه انت بتتكلم عن ايه اساسا. ما انا خلاص عقلي ما بقاش في دماغي. انا بمر باسوأ ظروف مريت بيها في حياتي. الدنيا بقت صعبه قوي. انا مش عايزه بس اتكلم وشايلك همي. انت واقفه بتعملي ايه هنا؟ واقفه عادي. هو ايه اللي عادي؟ روحي يا شاطره، روحي العبي مع اصحابك، ولما عاوزك هناديلك وترجعي لي. اتفضلي. البت واقفه تسمع احنا بنقول ايه وراميه ودن. ادي العيال بتوع التيك توك والانستجرام. كنا بنقول ايه يا استاذ عماد؟ لا احنا ما كناش بنقول. ما هو اللي يعتمد عليكي يستاهل اكتر من كده. على العموم، في امين شرطه جاب لك استدعاء عشان انت الوحيده اللي ما اتسالتيش عن رندا. رندا؟ صحيح انا ازاي نسيت موضوع رندا؟ لا انا بقيت حالتي صعبه قوي. انا بقيت بنسى كتير قوي. انا مش عارفه ده زهايمر مبكر ولا يكونش نقص زنك. لا ده نقص عقل ان شاء الله. في ايه يا استاذ عماد؟ انت بتزعق لي ليه وانا كنت عملت ايه يعني؟ جل من لياسه. هو ما بينساش هو كمان ولا ايه؟ مش صدفه انت بتكلمي نفسك؟ بكلم نفسي. لازم اكلم نفسي. ما انتوا ما فيش حد فيكم بيفتح كتاب وكلكم ساقطين ان شاء الله. هو انتوا بتذاكروا؟ دي كانت فين دي كمان؟ كانت في الفصل. لا ده كده خطر. ما تخافيش، محدش فتحها، انا خدتها معايا. الحمد لله. شاطره يا بنتي يا سلمى. انا عايزاكي كده على طول ستر وغطى عليا، وخصوصا في الموضوع اللي انت سمعتيه في البيت، موضوع الجواز والمحضر والكلام ده. انا مش عايزاكي تقولي الكلام ده المخلوق انخلق، ماشي؟ عيب يا مش صدفه، انا مش صغيره. امال انت ايه يا اختي؟ صاصه منبهه عليا وانا بسمع كلام صاصه. صاصه؟ لا يا حبيبتي، اسمعي كلام انا، ماليش علاقه بصاصه. هو بيتصل. صاصه؟ صاصه ايه وزفت ايه دلوقتي؟ طلعش اللي في بالي.
انت متاكد انك دوست على التاسع في الاسانسير؟ طب يا ابني انا الشقه اللي على يمينك اضرب الجرس. يا ابني ما تضرب الجرس، خايف ليه هو هيكهربك؟ اهلا اهلا اهلا، الحمد لله على السلامه. تعالى، انت كويس دلوقتي ولا ايه؟ هو في حد هنا؟ لا مفيش حد. ليه؟ مالك يا صاصه؟ تمام، انا لسه فاكك السلك قبل ما اجيلك. انت متاكد مفيش حد هنا؟ لا يا عم، في ايه؟ في دي ايه المفاجاه القمر ده يا صاصه؟ جبتها منين دي؟ من سوق الجمعه بعيد ايدك. طب والله عجباني، هات لي منها 2 من سوق الجمعه برضه. مش لو عشت الاول وكان لك عمر؟ بقول لك ايه، انا مش هنزل من هنا غير لما اعرف ايه حكايتكم، مين مع مين ومين ضد مين، مين اصحاب مين اخصام، والجيم ده شغال في صالح مين. طب ممكن تهدى؟ اهدى عشان الجرح اللي في بطنك ما يفتحش تاني، واحنا ما صدقنا اطمنا عليك يا حبيبي. تعال تعال اقعد كده ووحد. بقول لك ايه، تعالى هنا مكانك. انا مش جاي هنا عشان اتضايف، انا جاي عشان اعرف الحكايه من اولها لاخرها. انت وعمك مع بعض في الحكايه، مش صح؟ خالتك اللي قالت لك الكلام ده؟ لا، خالتي ما تعرفش ان انا جاي اصلا. وبعدين اطلع باللي في بطنك، ما تغفلنيش. انت وعمك على صدفه ولا انت وصدفه على عمك؟ ولا ده ولا ده. الكلام ده ما يطلعش من واحد ابن ناس محترمين زيك. ها؟ محترمين للناس زي ابوك وامك. تعال تعال، انت مش قادر تقف على رجليك اصلا. نايل اقعد. ما هو برضه اللي بيحصل منك انت وعمك ما يجيش من ناس محترمين. اي نعم انا ما اعرفوش، بس الجواب بيبان من عنوانه. تبقى مغفل وقريت عم غلط عشان هو راجل مش تمام وبتاع حوارات وكذاب وقول فيه للصبح. عشان كده انا مصدق قصه خالتك دي. حوار الجوازه ده فيه لغز، ولغز كبير قوي. هيتحل. هيتحل ازاي يعني؟ بالقانون، بالنيابه. انا قلت للمحامي بتاعي روح يقدم بلاغ باسم خالتك، وهيثبت لك ان عقد الجواز ده مضروب، وهتشوف. امي حجزت عند الدكتوره النهارده لخالتي، وهيروحوا يكشفوا بالليل. ولو خالتي طلعت تمام يبقى عمك زي ما انت بتقول كداب، وساعتها ورحمه اللي ميتلي ما ارحمه. وهدي بقى عشان ساعتها تلزمني. دي هديه مقبوله اساسا، هتاخد الهديه. عيب، انت راجل بتفهم في الاصول. حلال عليك. يد لو اتمسكت بيها في الشارع هتعمل لك قضيه وحوار. يا حمار، ما زي اخوك وخايف عليك. انا برضه يا طارق اتعقدت من ساعه اللي حصل. فتمشي بمصيبه زي دي؟ ينفع؟ يعني لو سرقت تروح تسرق؟ الغلط ما بتعالجش بغلط. ها؟ وبعدين القصه اللي امك بتعملها دي مع خالتك وتاخدها تكشف عليها، ده حوار مش عاجبني خالص ودمه تقيل. انت كده بتؤذيها نفسيا وعمرها ما هتنسى الكلام ده. خالتك ضحيه يا صاصه، ضحيه. تبقوش انتوا والزمن عليها. هيتصل مش هيتصل، هيتصل مش هيتنيل، هيتصل مش هيتصل، هيتصل مش هيتصل. صدفتي يا قطتي، هو مين ده اللي هيتصل؟ خضتيني يا انتصار. مين ده اللي هيتصل؟ اعترفي بدل ما تعترفي قدام الضابط. يا اختي تنيلي على عينك، هو مش سر اصلا. طارق. خطيبك اهو قرك ده اللي وداني في داهيه. لا خطيبي ولا النيله يا ستي، كان يا دوبك جاي يتقدم لي. هو شكله هج خلاص، صرف نظر. ويصرف نظر ليه؟ وهو اصلا هيلاقي زيك فين؟ ده لو لف اوض المدرسين دي كلها ما هيلاقي زيك. في دي عندك حق، هو هيلاقي زي فين برضك. بس هو بصراحه يعني لو ما اتصلش يبقى لقى زي. ما هي الدنيا دي اصلها مليانه، في 8 مليار ست غيري. انت شكلك كده مزعلاه وكرامتك ناقحه عليكي ومستنيه ان هو اللي يتصل. لا مش ده اللي حصل بالظبط. بصي، هو انا طرقعت له جامد قوي في موقف انا لو مكانه هقول ان هو عنده حق، بس انا كمان عندي حق. وبعد كده نزلت من العربيه، نزلت وسبت له العربيه، كنت متزرزره قوي عشان هو قال لي كلام ينرفز. وبعد كده بقى ما كفايه ايه؟ بس الرشاش ما بيفضاش. بدل ما انت يا اختي عماله تبسبسي وتنونوي كده، ما تتصلي بيه وتنجزي. ايه؟ اتصل بيه؟ لا طبعا، لا اتصل بمين؟ لا طبعا مش هتصل بيه. على فكره انا ست عندي كرامه. جه من نفسه اهلا وسهلا، ما جاش هو اللي خسران، وانت قلتي كده بلسانك.
هبقى استعوض ربنا. الله خد الله جاب الله عليه العوض. مش صدفه. عايزه ايه يا رباب؟ عايزه ايه؟ انت مش مهزقاني امبارح عشان اللي اسمها فرح دي؟ وههزقك تاني وتالت ورابع وعاشر لو ما شلتيهاش من دماغك. هي مين دي اصلا عشان احطها في دماغي؟ دي نكره ولا تسوى. انا بس حبيت اقولك ان هي كانت عند علي في بيته امبارح. علي بت، هو مش علي ده يبقى البوبي فريند بتاع رندا اللي مش لاقيينها؟ ايوه يا ميس هو. وانت عرفتي منين يا بت ان هي كانت عند علي؟ اصل نور صاحبنا كان عنده تمرين في مركز الشباب اللي جنب بيت علي، فقال لي يخلص ويعدي عليه. قام لقى بقى البت اللي اسمها فرح دي وهي نازله من عنده. حلو قوي الكلام ده. نجري على فاصلك يلا. يلا يا رويتر. طلعالي البت دي. حاجة هو أنا مش قلت يا حاجة تيجي لوحدك؟ مع احترامي ليكي يعني، مين اللي أنت ساحباه في إيدك وأنت داخلة ده؟ ده مش غريب، ده أخويا وربنا. أخوكي؟ كدابة ده جوزها. طب بصي يا حاجة بصي، أنت هتسمعي الكلمتين دول عشان أنت هتنفذي وقتي. أنت هترمي الفلوس من شباك العربية وهتطلعي قيمة كده بتاع 200 متر لقدام وتقفي تستني المحروسة ومش هتبصي وراكي، ولو حصل أي حركة غدر بنتك هتتذبح. النبي سايق عليك، النبي ما تيجي جنبها، دي بنتي وماليش غيرها، أنا هعمل لك اللي أنت عاوزه. حاضر. ارمي لهم الشنطة، ارمي الشنطة. شنطة ايه اللي ارميها؟ فريدي بيشتغلونا وعايزين ياخدوا الفلوس. بقول لك ارمي الشنطة. يلا يا رندا انزلي بقى في السريع بسرعه يلا. أبلة خلي بالك والنبى اللي هتفتحينا. ها؟ ما تخافش مش عبيط، انا هقول اللي اتفقنا عليه وبس. ايوه علي. هكلمك لما الدنيا تهدى، بس بكلميني انت. ها هدي يا عم، انت حاططها في حضنك ليه؟ طب يا عم مش هاخدها في حضني، ماشي روق يلا عليا وروق على صاحب العربية. يا عم هروق، انت مستعجل على ايه؟ لسه الفلوس ما بردتش في ايدي، لسه سخنه. لو هي نازله بتقول لك انا مش عبيطه. حبيبتي رندا، حبيبتي يا رندا. الحمد لله على سلامتك. انت كويسه؟ حد عمل لك اي حاجه؟ ردي عليا، طمني عليكي يا حبيبتي، طمني عليكي. انت كويسه؟ نيفين مش هنتكلم في الشارع، يلا لينا بيت نتكلم فيه. بيت ايه بس؟ مش هطمن على بنتي. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي، الحمد لله على السلامه. حبيبتي طمني، عملوا فيك اي حاجه تحكي لي يا حبيبتي. عذبوني يا ماما، قالوا لي ان انت خدتي منهم رشوه عشان تضربي لهم عقود ارض. رشوه؟ عرفته، مفيش غير علام الكلب. ايوه بعد المطب ده يا يوسف. بس حسابك يا اخويا. عايز حاجه؟ هفضل مستنياك 17 ساعة. ازاي؟ افتح يلا. ايه يا مسوطة؟ تعالي اتفضلي يا نهار ابيض. انت فين يا علي؟ ما بتجيش المدرسة ليه؟ ما هو انا اصلا عيان اول يومين دول. سلامتك يا حبيبي، باين عليك العيا اهو. ويا ترى بقى الشنطة دي فيها ايه؟ فيها أدوية وتحاليل ومحاليل وإشعاعات وريق. لا دي فيها هدومي. خالتي كانت بتغسلها لي، ما انت عارفة ان انا عايش لوحدي ماليش اللي يغسل لي. يا عين امك، يتيم زي حالاتي، مع ان ابوك لسه عايش. بتروح تزوره؟ بزور مين؟ ابوك. لا ابويا مسافر بره من زمان، ما اعرفش حاجه عنه. وهو يا اخويا ابوك يسافر بره مصر ويسيبك هنا تقرفنا ولا ايه؟ ولا البلد اللي هو مسافرها ما فيهاش مدرسه تلمك؟ ما اعرفش يعني. علي انت بتجيب فلوسك منين؟ يعني غياراتك اللي في الشنطه ومصاريف المدرسه والسلسله اللي انت لابسها وشعرك اللي سابغهولي ده، بتجيب فلوسهم منين؟
يعني بحاول. الانكار لا يفيد وكل الادله ضدك. بص يا علي، انت من مصلحتك انك تجيلي دغري كده وترسيني ايه اللي بيحصل وتحكي لي الحقيقه من طقطق لسلام عليكم، وما تقلقش لو عامل عامله مش صدفه هتخرجك منها زي الشعره من العجين. بس قولي يلا اعتراف. شعرة ايه وعجينة ايه؟ انت عايزاني اعترف بايه اصلا؟ فين رندا؟ يا دي رندا والله ما اعرف حاجه عنها، ما اعرفش هي فين. يعني هي مش في البيت هنا؟ يا ست البيت قدامك، خشي فتشيه حته حته لو لقيتيها. طب وفرح؟ ومين دي كمان؟ هو انت كل شويه تقولي مين وفين؟ انت هتعملي فيها من بنها؟ اتعدل يا علي، اتعدل وقر واعترف. يلا اعترف؟ طب قولي لي انت عايزاني اعترف بايه وانا هريحك. فرح كانت عندك هنا امبارح بتعمل ايه؟ طب فرح ما كانتش عندي امبارح. ولا انت يا واد يا علي، انت مش هتبطل تجيب نسوان هنا في الشقه ولا ايه؟ احنا مش لسه محذرينك امبارح بعد البت اللي عندك ما نزلت؟ اها ما تعرفنيش وبتقول نفس الكلام اللي انا بقوله لك. مين بقى البت دي يا ست الكل؟ ودي عرفني يا حبيبتي، عرفني. واحده من عينتك يا حلوه. اقفل الباب يا محمد، اقفل الباب لغايه ما بوليس الاداب يجي. لا بوليس اداب ايه؟ احنا ما عملناش حاجه. دي زي امي. تكموي يا علي، امك منين وانا اخلف شحت زيك كده ازاي؟ ده انا يا دوبك لسه بتخطب. وانت يا حلوه ايه اللي دخلك شقه ولد عازب لوحده؟ يا نغه يا اللي لسه ما اتخطبتيش وعايزه تتخطبي. اهو انت عندك حق وكلامك منطقي وسؤالك في محل، وارد عليكي بالادب والاحترام. انا مش صدفه. مش صدفه يعني ايه وانت جايه برجليكي؟ انا المدرسه بتاعته في المدرسه وهو بيغيب كتير وانا جايه اطمن عليه. ومن امتى بقى لما العيال بيغيبوا عن المدرسه يومين المسات بييجوا يطمنوا عليهم؟ عشنا وشفنا يا حبيبتي. لا كده كتير كده كتير. مين طنطي يا علي؟ دي الميس صاحبه البيت. طب يا صاحبه البيت بالادب وبالاحترام اقعدي كده وصلي على النبي وانا افهمك على كل حاجه من غير غلط. لا تفهميني ولا افهمك، الله في سماه. ما انت خارجه من بره عتبه الشقه اللي على اسمه البوليس. ما تحلفيش عليا. اسم ايه اللي عايز تبلغه يا اسامه؟ انت عايز توديني في 60 داهيه؟ يا حبيبتي لازم يعرفوا، لازم نبلغهم ان البت رجعت. ايوه يعرفوا، بس مش لازم يعرفوا اللي حصل. والنبي هو مفيش تحريات ولا مراقبه تليفونات؟ ما اكيد هيعرفوا. ده لو عرفوا هتبقى نصيبه سودا وحلت على دماغي. هدخل في سين وجيم وجبتي الفلوس منين وعرفتي علام ده منين وهلبس قضيه رشوه. طب وما يسالوا بنتك كانت فين؟ هقول لهم ان انا اتخانقت معاها بسبب المذاكره، قفلت الموبايل ورحتي لبنت خالتك في الاسماعيليه واتفقتوا مع بعض ان انتوا ما تقولوليش انت فين. طب وما يسالوا بنت خالتها؟ هفطمها واقول لها تقول ايه؟ كلي يا حبيبتي وشك اصفر، كلي. انا عارفه الراجل ده معفن ولا تلاقيه اكلك اكله. والله يا ماما كانوا بيدوني اكل مقرف قوي، كنت خايفه اكل. اسم الله عليك يا حبيبتي، كلي. اهم حاجه تقفلي المحمول. انا خايفه بس اروح المدرسه فيخطفوني تاني. ما تخافيش يا حبيبتي، الموضوع خلص خلاص، فلوسه وخدها. هيعمل كده ليه تاني؟ هو انت بجد كنت واخده منه الفلوس دي رشوه؟ ما تقوليش رشوه يا بت، ده كان شغل انا كنت عاملاه له وخدت ثمن الشغل ده. كلي يا ضنايا، كلي يا حبيبتي. اسم الله عليكي، نورتي بيتك يا حبيبتي، اسم الله عليكي. لا كده كتير، كده كفايه، حرام. انت ايه بتطلعيني في البخت؟ حد مسلطك عليا؟ يا فندم انا بلا يا فندم بلا زفت، كرهتيني في الشغلانه اللي بحبها، خليتيني افقد الشغف. حرام عليك يا صدفه. شروع في قتل وعديناها، مخدرات وعديناها، كمان جايه لي في دعاره طبعا عشان تكملي الثلاثيه. ما هو انا ناقص، وحياه ابني يا صدفه المره دي لو ما اتحبستي لاكون مقدم استقالتي. ايه ده ما شاء الله. طب شفت يا فندم احنا نعرف بعض بقالنا قد ايه؟ انا عمري ما عرفت ان انت عندك ابن. هو عنده كام سنه وفي سنه كام؟ انت رهيبه، كفايه. انا ما شفتش كده في حياتي. واديك شفت يا فندم، اديك شفت اهو. وبعدين انا راضيه ذمتك وضميرك. وبعدين حضرتك مش اول مره تشوفني، انت عارفني كويس قوي. وشفت اهلي ولا ما شفتهمش؟ ناس محترمين ولا مش محترمين؟ محترمين. بذمتك ده منظر واحده بتاعت دعاره. لا ما هو مش او خلاص كده. لا يا فندم خلينا نتكلم بالعقل، مش نبقى حافظين كده ومش فاهمين. اديني اماره واحده. بقول لك ايه، انت ما شفتيش الوش التاني، الوش الحقيقي بقى. اخرسي خالص وما تفتحيش بقك بكلمه، انا بقول لك اهو. طب انا هخرس والله العظيم هفتح بقي تاني، بس انا استأذن حضرتك بس اسال الست دي سؤال واحد.
اسأليها سؤال واحد. ايوه لو بقوا سؤالين. سؤال واحد. انت يا ست انت طلعتي علينا البيت ولقيتينا انا وعلي، كان الباب مفتوح ولا مقفول؟ لا يا بيه، حق ربنا الباب كان مقفول عليهم، وانا دخلت عليهم بنسخه المفتاح وفتحت لقيتهم ولا مؤاخذه يا سعاده البيه في وضع يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم يا رب، والشباب دول يشهدوا. مش حصل يا شباب؟ حصل يا باشا، حصل يا باشا وشرف امي. شفتوا اللي هي بتقول عليه ده؟ ايوه يا باشا. يا فندم يا فندم، ده دليل البراءه، دول بيكذبوا عيني عينك. طب بذمتك دول شباب دول؟ عيب كده صدفه، الشباب شباب القلب. يا باشا الست دي بتكذب وجايبه الشباب دول يشهدوا معاها زور عشان عايزه تخرجني من الشقه وتاخدها هي. شباب ايه؟ دول لو شباب يبقى انت لسه ما اتولدتش، انت معايا ولا؟ يخرب بيتك اسكت خالص. خلاص يا علي خلاص، سيبها هي وضميرها، طالما ضميرها سمح لها تتبلى علينا خليها تتبلى علينا. ان شاء الله باذن الله كده لما تموتي قريب وتنزلي التربه وتلاقي القبر ضلمه كده كحل وطالع لك ملكين، هتبقي تقولي لهم ايه؟ هتقولي لهم ايه؟ وفلنفترض ان ربنا اداكي طولة العمر، هتعيشي زي ما هو داين تدان. اللي انت بتعمليه فيا ده ان شاء الله يطلع في اختك، يطلع في بنتك، يطلع في بنت خالتك، في عمتك، في خالتك. يا حبيبتي انا بقول اللي انا شفته بعينيا اللي هياكلهم الدود، مش انت بس يا حبيبتي اللي تعرفي ربنا. لا يا حبيبتي انت ما تعرفيش ربنا، وبعدين خدي بالك مفيش حد اتشعلق في رضا ربنا غير لما ربنا رضاه وجبره. وانا بقى انا بحاسبن عليكي، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، حسبي الله. اتفضل يا فندم شوف شغلك، حقق مع حضرتك، شوف اجراءاتك. اجراءات ايه؟ شوف انت اجراءاتك، انت اللي عملتي كل حاجه. ايوه يا ابني. تمام سعادتك، استاذ عزيز حضرتك. اهلا. مساء الخير يا فندم. مساء النور، ازيك يا استاذ طارق؟ ايه يا راجل وحشتنا، انت فين؟ اتاخرت كده ليه؟ انا بضغط من امتى؟ لا مؤاخذه يا فندم، لما رحت جبت المستشار وجيت. وانت لازم يعني تستنى لغايه ما يجي ولا عمال تتاخر وبتتقل عليا عشان تحسسني ان انا ما اعرفش اتصرف من غيرك؟ كفايه بقى، كفايه، انت حقنه، كفايه. معلش يا فندم ما فيهاش حاجه يعني، ده حوار شخصي جانبي. انت قلت لحد من اهلك؟ لا لا ولا زمالك بقى، واسكتي شويه يا صدفه، خلينا نشوف حل في المصيبه اللي انت حطانا فيها دي. انك تقرم لان حاجه هنجح. السلام عليكم يا عم زقرم. مرحبا يا لمبي. مرحبا. والنبي عايزين نخرب بيتك عجله، والنبي عايزين نشارك الواد ده كده وننجحه يعني. علينا يبقى بني ادم يعني. تؤمر. خش يا حيوان. الساعة دلوقتي داخلة على 11 بالليل، والست هاني مختك لسه ما شرفتش لحد دلوقتي. عارفة ده معناه ايه؟ معناه ان الغايب حجته معايا امين. بس الحجة المرة دي باينة ومعروفة. أختك يا ست هانم مش عايزة تروح معاك عند الدكتورة. تحب أقول لك ليه ولا مفيش داعي أتكلم قدام العيال؟ ما يمكن يا حاج انشغلت بحوار البت المخطوفه ده، المدرسه كلها مقلوبه واقفه على رجل. انا حاسه بكده برضو، هي لما جت غيرت هدومها قالت لي ساعه بالكتير ورجع. وانا كمان قالت لي انها مش هتتاخر. بالظبط كده. وبصراحه بقى حوار الدكتوره ده مش جاي معايا خالص، فكسان ولا ليه اي 30 لازمه. انا عايزه اعرف بالظبط يا ماما الدكتوره هتعمل فيها ايه؟ بس ولا خليك في اللي انت فيه. طب الكارت ده بلح. إيه؟ ما فيهوش فلوس. أنت بتقولي يالا؟ أنا لسه حاطط فيه النهارده 800 جنيه. يبقى لسه ما سمعوش، وده اللي مخلي الناس ترفض يدي ابروف على الاعلان. يا واد انجليزي. مالكيش دعوه انت. ايه ولا ده؟ عاجبك كده؟ في ايه يا امين؟ هي عملت حاجه؟ انت مش شايفه؟ لا مش شايفه. معلش يا مريم، قومي يا حبيبتي هاتي فوطه من المطبخ ونشفي اللي اخوكي عمله ده. انا مالي، مش هو اللي دلقه؟ انت الكبيره معلش عشان خاطري. ايوه. بقول لك يا ساسا، ما تبعت لخالتك كده تطمن عليها، شوف يمكن ترد. ماشي، هبعت لها واتساب يمكن ترد المره دي ونخلص من الليله دي. انا مش فايقه لك انت وامك يا صاصه دلوقتي، هرجع اكلمكم بعدين. ها قلت ايه يا ام عبير؟ اسمها عزيزه، جبت ام عبير دي منين؟ لا بجد ملامحها وشكلها متضايق على ام عبير قوي. تصدق صح. وخلي بالك يا ام عبير، قصدي عزيزه، لو فضلت مصممه على الكلام اللي في دماغك ده هنضطر نعمل لك محضر نتهمك فيه بالكذب والتلفيق. بالظبط، وهيبقى محضر ضد محضر. فهمتي؟ ايوه. في الحاله دي بقى هتباتوا كلكم هنا الليله، وبكره الصبح هتتعرضوا على النيابه. النيابه بقى هي اللي هتتصرف.
وسهل جدا اجيب اثبات من المدرسه ان انا المدرسه بتاعته، ورحت عنده البيت بتكليف من المدرسه بردك علشان اطمن على زميلته اللي اختفت. يا جماعه يا جماعه، وحياه ديني انا ما بفتري على الواد ده. طب انت المدرسه بتاعته، طب واللي كانت عنده امبارح مين؟ ها؟ واللي استغفلنا وبيتها عنده من كام يوم وما حسناش بيها غير وهي نازله ولابسه لنا النقاب، تطلع مين دي كمان؟